اوكي يا شباب، عندنا هنا توقع طبعا مش هنشوفه غير في نهاية الخدعة. عندنا هنا كوتشينة جميلة جدا، هنطلب من الشخص اللي قصادنا ان هو يقول ستوب في اي مكان هو عايزه، اي مكان هو عايزه يقول فيه ستوب براحته خالص. احنا مش هنجبره ان هو يقول ستوب في اي مكان، اي مكان عايز يقول فيه ستوب يقول فيه ستوب. طب فلنفترض ان هو مثلا قال ستوب هنا. طيب احنا عندنا التوقع هنا شايلينه هنا، هنشوف هو ايه بالظبط. مكتوب هنا 7 هارد، سوري الورقة وقعت. فعلا لو شفنا الورقة اللي هو قال عليها ستوب هنلاقي ان هو اختار 7 قلب. خدعة قوية جدا وسهلة جدا، لانك بمجرد ما تشوف الفيديو ده هتقدر تنفذها مع اي شخص. خلونا بقى نروح على الشرح. اوكي يا شباب، خلونا نشوف الحاجات اللي احنا محتاجينها. كل اللي احنا محتاجينه ورقة فاضية هنكتب عليها اي ورقة من الكوتشينة احنا عايزينها. يعني انا كاتب هنا 7 قلب. كل اللي هنعمله هنوريه التوقع اللي عندنا هنا، وهنخليه في جيبه او قدامه او اي حاجة مش مشكلة. يعني التوقع بتاعنا موجود هنا. نروح بقى للكوتشينة بتاعتنا. الكوتشينة بتاعتنا كل اللي هنعمله هنعد ورقة 2 3، هنقلب 3 ورقات بس. الورقة التالتة اللي من فوق هتبقى الورقة اللي احنا كاتبينها في التوقع بتاعنا. يعني عندنا ورقة هنا، ودي الورقة اللي احنا حاطينها في التوقع، تحتيها ورقة مختلفة، تحتيها ورقة مختلفة بالطريقة دي عكس بقية الكوتشين. ودي الورقة بتاعتنا. دلوقتي هنطلب من الشخص اللي قصادنا، شايفين كل الكوتشينة عادية. طبعا لو حابين نفنطها قدام الشخص اللي قصادنا ممكن نفنطها بأي طريقة تفضل محافظة على كوتشينة وعلى ترتيب آخر 3 ورقات عندنا هنا. تمام. دلوقتي هنعرض الكوتشينه قدام الشخص اللي قصادنا بالشكل ده. هنقول له هنطلب منك ان انت تقول ستوب في اي مكان. هنمسك الكوتشينه بالشكل ده وهنبتدي نعدل الورق كده. خلي بالكم لازم تبقوا عادلين الورق كده علشان الشخص اللي قدامنا يتخيل ان هو هيقول ستوب على الورقه اللي مقلوبه واللي محدش فينا يعرفها. تمام. هتبتدي تقول له قول ستوب في اي مكان. فلنفترض ان هو قال ستوب هنا. طبعا انت مش هتجبره ان هو يعمل اي حاجه خالص. في الوقت اللي انا بقول لكم ان انا شايل توقع هنا، في الحقيقه انا قلبت ايدي كده، واكيد في ناس منكم لاحظوا الحركه اللي انا عملتها دي. قلبت ايدي الناحيه التانية كده، وبكده هتبقى اول ورقه عندنا من فوق هنا هي ال7، ودي الورقه اللي احنا كاتبينها في التوقع. يبقى كل اللي هتعمله ان انت تمسك الكوتشينه بالشكل ده بعد ما تقلب 3 ورقات، اخر ورقه فيهم اللي مكتوبه هنا، وهتقول له قول ستوب في اي مكان. هيقول ستوب، هتبتدي تشوش تفكيره او هتبتدي تلفت نظره لاي حاجه، او هتقول له افتح التوقع. وانت بتقول له افتح التوقع هتقلب ايدك كده، وبكده هيبقى عندنا الورقه اللي احنا حاطينها في التوقع اول ورقه من فوق. طبعا تحتها ورقه عاديه وتحتها ورقه عاديه وبقيه الورق مقلوب. خدعة قوية جدا وسهلة جدا جدا جدا. يا رب تكون الخدعة عجبتكم. اجمل 3 كومنتات ظهروا قدامكم على الشاشة. ما تنسوش بقى تدعمونا بلايك، واشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله. سلام.